اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الدايناميك تايبس. في اوقات بيجي من الباك اند داتا تايب احنا مش عارفينها، يعني بالنسبه لنا مجهوله، وحرفيا فعلا احنا مش عارفينها ومش عارفين نحددها ازاي. ففي الحاله دي بنستخدم حاجه اسمها دايناميك. وليكن عملت دايناميك نيم وقمت كاتب احمد، فهو عادي هيتعرف عليها. طب لو جيت شلت النيم وكتبت 5 هيتعرف عليها برضو، لو خليتها 10 هيتعرف عليها. فهي يعني بتقبل اي حاجة، ودي هنا مشكلة بالنسبة لنا. ليه؟ الديناميك دي ويك داتا تايب، لان هنا بنيجي في الميموري ونعمل مكان، بس المكان ده بيدخل فيه اي حاجة حرفيا. يعني هو من النوع ديناميك فبيدخل فيه اي حاجة حرفيا. فدي مشكلة، لان وليكن انا بعمل آلة حاسبة، لقيت ان هنا في احمد، فهتيجي هنا مثلا تضرب سترينج اللي هو احمد، مش هينفع. فدي مشكلة الديناميك، فاحنا بنستخدمها، لكن يفضل ان احنا ما نستخدمهاش غير فعلا في الحالات اللي احنا مش عارفين فيها الداتا تايب. في كي وورد تانية اسمها var. var دي يعني هي بتعمل ايه؟ هي مش زي الديناميك، هي بتيجي تعمل مكان في الميموري، لكن بتعرف هو ايه من القيمة بتاعته. يعني هنا لو جيت تقف، هو قالك ان هي string لان عارف ان دي قيمة نصية، فبيجي المترجم يحول الفار دي يخليها string. طب لو هنا عملنا رقم، تيجي تشوف بقى انتجر، فهنا بيعمل القيمة ويحولها لانت. يعني هو في الباك جراوند عنده بيشيل كلمة var دي وبيتعامل معاها على انها انت. بنستخدمها كتير جدا لان بعض الداتا تايب كبيرة، يعني هتكتب شوية كلام علشان تعرف الداتا تايب، لكن يفضل الحاجات البسيطة اللي زي كده انت تعرفها بيها عشان البرفورمانس. يعني هو من لما يجي هنا يعرف ان هو انت، غير لما يجي هنا وعشان يتعرف ان يعني يحول الفار لان. فهي بس سرعه برفورمانس. فامتى نستخدمها؟ فعلا نستخدمها لو انت هتعرفها في نفس السطر. ليه بقول كده؟ لان انت لو جيت عملت هنا وليكن var x وقمت ساكن، ويعني هنا دلوقتي النيم انتجر اهو، لو جيت عملت النيم وقلت له خد سترينج منفعش، طب خد دبل منفعش، لان هو خلاص عرفها ان هي انت. لكن في الحالة دي انت لو جيت هنا اديت له اكس بتكست هيرضى، لو اديت له الاكس بعبارة عن رقم هيرضى، لو اديت له الاكس برضو عبارة عن ترو هيرضى. طب ليه؟ لان هو هنا اتعامل معاها على اساس ان هي دايناميك. فدي بالنسبة لنا زي ما قلنا ويك داتا تايب، بتسمح بأي حاجة. فطبعا ممكن تعمل كونفليكت كبير جدا، لكن لو هنا انت خلاص انت معرفها، فدي حاجة اسمها سترونج داتا تايب، اللي هو انت لو جيت تدخل بيانات تانية، يعني هنا النيمة هي خليناها 5.5، لا هو هيقول لك انا عايزها انت سترونج داتا تايب لان هي خلاص متعرفة. وبكده يكون خلصنا درسنا عن الديناميك تايبس. في حاجة مش واضحة اكتبولي في الكومنتات تحت، وتابعوا التشانل علشان الدروس الجديدة. سلام.